عارف انا قلب عليك ليه وعايزك تكمل وتنجح؟ علشان نفسك دي اللي تستاهل مستقبل افضل، علشان اولادك اللي المفروض ان شاء الله ياخدوك مثل وقدوه في السعي والمحاوله، علشان انت لما ابتديت كنت عارف ان الموضوع صعب ومش من الحكمه خالص انك تستسلم دلوقتي، علشان خاطر كل اللي بيدعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وشايفين فيك حاجه كويسه، ده لو فعلا لسه موجودين، علشان يمكن انت اللي تغير المعادله وتدي لغيرك امل بعدين، لان اللي استكتروها عليك هيستكتروها على غيرك ومش هيساعدوا حد، لكن انت ان شاء الله هتساعد غيرك، علشان تعبك وسهرك اللي محدش يعرف عنه اي حاجه، علشان المجهود اللي محدش حس بيه ما يروحش هدر، علشان انت كل ما هتحاول كل ما هتكون راضي باللي بتعمله لانك عملت اللي عليك واخدت بالاسباب، علشان ما تديش اي فرصه لكل اللي بيتابعوك في الخفاء ومستنيين وقوعك انهم يشمتوا فيك. فارجوك لازم تاخد كل حاجه بتحصل لك في مسيرتك دافع انك تكمل، واوعدك ان كل اللي انت فيه دلوقتي ده هيكون ذكرى، فلازم تخليها ذكرى كويسه، لازم تخليها حاجه تفرح بيها وتكون فخور بيها وتقول الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى هداني ان اعمل ده، مش يا ريتني كنت عملت ده. الطريق طويل جدا على الكل، مش الهدف خالص اننا نوصل لنهايته ونقعد نستريح، لكن الهدف ان سلفة الايام دي تنتهي واحنا بنثبت لربنا سبحانه وتعالى اننا لسه بنحاول. فخد كل حاجه بتحصل ليك في مسيرتك دافع انك تكمل وما تلتفتش خالص للمثبطين، وربنا سبحانه وتعالى يوفقك. صباح الفل.